بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا يا حبايبي بخير. النهاردة بقى عملنا ايه؟ عملنا الكشري المصري بكل تكاته اللي انا اتعلمتها الصراحة، وبرضو بنتعلمه مع بعض. هنا هو أول حاجة عملتها كنت حاطة العدس بجبة على النار، وهنا هو البصل لازم بعمله برضو أول حاجة علشان اخد الزيت بتاعه. ماشي. البصل كنت حاطه عليه خل وملح وكمون، وقلبتهم كويس وحطيتهم على النار اتحمر، وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده خدت معلقتين زيت عملت بيهم الشعريه، وحطيت اهو المكرونه على النار. تمام. والصلصه برضو عملتها، حطيت برضو معلقتين زيت من اللي هم بتوع البصله دولت، وحطيت كنت ضاربه في الخلاط الطماطم وحطيتها، وحطيت ملح وفلفل وورق لوري وكزبرة ناشفة، معلقة كزبرة ناشفة صغيرة طبعا جدا، وسكر. تمام. وهقلبه كده اهوت، وهحط ايه بقى، هجيب البصل اللي انا حمرته، هاخد واحد حبة كده اهوت اكسرهم واحطهم على الصلصة. التكة ديت تكة من التركات اللي بتديكي برضو طعم حلو قوي لصلصة الكشري. تمام. وهقلبه حلو كده اهوت، واسيبها بقى على نار لحد ما تتسبك. وفي كوبايه حطيت فيها توم مدقوق بفلفل اخضر، وحطيت كمون وشطه ومعلقه فلفل اسمر صغيره. تمام. وملح طبعا وخل. وبعدين الصلصه لما اتسبكت حطيت على كوبايه الدقه ديت معلقتين صلصه، وبعد كده قلبتها كويس، وخدت معلقتين من الدقة حطيتهم على الصلصة قبل ما اطفي عليها. خدت تقليبة وقمت طافية عليها. بتغير طعم الصلصة، بتخليها كأنك جايباها من عند الراجل بتاع الكشري، وجايبة الكشري من عند الراجل بتاع الكشري. جربوا التركة ديت واكتبوا لي في التعليقات، وبألف هنا وشفا يا حبايبي.